بتبدأ قصة الفيلم مع بنت اسمها مريم، بتكون في طريقها للمدرسة لأنها مدرسة، وهناك بتقوم واحد من الطلاب وبتخليه يحل مسألة لأنها بتلاقيه مش منتبه، ولما بيحلها غلط ويرجع يصلحها تاني بتقوله ينتبه مرة تانية لأن الرياضيات مادة سهلة جدا بس عاوزة شوية تركيز. وبترجع بعدها للبيت، وفجأة وهي راجعة في الطريق بتعمل حادثة وبتنضرب سيارتها، وبعد فترة قصيرة بتوصل الشرطة وبيسألوها عن اللي حصل، وساعتها بتشوف شكل الجثة اللي بتكون مرمية على الأرض، وجثة الشخص اللي بتكون عملت حادثة بتكون بنت، فبتبتدي تخاف وبتتوتر خاصة لما بتشوف ان جثة البنت دي بنت صغيرة. وهناك بيجي الطالب اللي حل المسألة غلط وبيفضل يمشي قدام مكان الحادثة، لكن مريم بيجي جوزها مايكل وبياخدها، وفي المستشفى بيقولوا لها ان عندها كسور بسيطة برقبتها، وزوجها بيقول لها انها ما تخافش لان اللي حصل ده كان غصب عنها وقضاء وقدر، لكن هي بتسأله عن رد فعل اهل البنت لو عرفوا اللي حصل. وفي اليوم التاني بيروحوا على بيت بعيد علشان مريم تفوق من حالتها النفسية وتبعد شوية عن المكان اللي حصل فيه الحادثة، لان المكان ده بيكون قدام بيتها القديم. لكن بعد فترة بترجع بيتها القديم وبتفضل تقف قدام الطريق وبتتذكر المأساة والحادثة اللي حصلت، وبعد فترة قصيرة بترجع لحياتها الطبيعية وتحاول تنسى كل اللي حصل عن طريق انها تشغل نفسها. وبترجع بعدها للمدرسة بعد انقطاع اسابيع وبتطلب من الطلاب انهم يفتحوا الكتب، وبتبدأ تكتب مسائل صعبة ملهاش اي قوانين، لكن الطالب بن بيكون قاعد ومش عارف يحل المسألة وبيفضل يبص على المدرسة بنظرات غريبة. وبينتقلوا بعدها لبيتهم الجديد، وساعتها الجيران بيعزموهم على الغدا علشان يتعرفوا عليهم اكتر، وهناك بتكتشف انه الجيران هم اهل الطالب فين اللي عندها في المدرسة، ومريم اللي بتنصدم لما بتشوفه، واللي بيصدمها اكتر انه الولد لما شافها مسلمش عليها. ابو الولد ده بيشتغل طبيب وامه بتشتغل عنده كمساعدة، وبالغصب بيفضل قاعد اخر طالب وما بيدهاش الورقة الامتحان، فبتروح تاخدها منه وتقوله ان الوقت خلص خلاص، وامه تحاول تقنعه انه يهتم بدراسته لكن هو بيسيبها وبيمشي. وبيروح بعدها لحمام السباحة، وهناك بيشوف مريم اللي بتكون قاعدة عمالة تسبح. وفي المدرسة بيجمعوا المدرسين وبيطلبوا منه انه يذاكر كويس والا هيسقط، فمريم بتقول لهم ان هي هتديله دروس خصوصية، وفعلا بتبدأ تروح له البيت وتديله دروس اضافية ودروس تقوية، لكن هو ما بيكونش مهتم اصلا بيها، وهي بتفضل تشرح بدون فايدة. ولما تطلب منه انه يجيب لها كوباية مية فبيجيب المية قدامها وبيرميها، فبتسيبه وبتمشي وتروح بعدها السوبر ماركت وتفضل تفكر في تصرفات فين، فتقرر انها تديله فرصة تانية وتروح لبيته وتحاول تشرح له درس جديد. ولما بتروح بيفضل برضو يبص عليها جامد فبتتوتر وتبتدي تعرق، وهو ساعتها بيسألها اذا كانت هي سعيدة مع جوزها في حياتها الزوجية ولا لا، لكن هي بتفضل تشرح بدون ما تجاوب عليه لحد ما بيقول لها تتوقف عن التمثيل ان هي معلمة سعيدة وانها مبسوطة في حياتها. وبتحصل ساعتها خناقة ما بينهم، وفين بيدفعها على الحيطة وبيضربها، لكن بعد فترة الولد بيروح يقعد جنبها ويتأسف لها ويحاول انه يمسك رجليها، لكن هي بتدخل الحمام علشان تنظف قميصها، وبترجع بعدها لزوجها ولا كأن حصل اي حاجة. وهناك جوزها بيشوف جرح على وشها فبيسألها عن ايه اللي حصل، لكن هي بتقوله ان هي وقعت من على السلم. وفي اليوم التاني بيكون فين بيراقبها وهي في المسبح، وبيروح وراها غرفة تبديل الملابس وبيراقبها وهي عمالة تغير ملابسها، ولما بتشوفه قدامها بتطلب منها انه يمشي قبل ما حد يدخل عليهم، لكن هو ما بيهتمش بكلامها وبيمسك جسمها وبيبوسها، وبعدها بيعمل عسل بزبادي معاها. وفي اليوم التاني بتبدأ مريم ما تحبش جوزها يلمسها، وكل مرة يحاول يعمل العسل بالزبادي معاها بتبعده عنها، يا اما بتتخيل ان فين هو اللي بيعمل معاها العسل بالزبادي، وبتطلع بره تقعد على جو الشمس لمدة ساعات لحد ما بيحترق جسمها، وزوجها بيحاول يحط لها كريم علشان يخفف الحرق. وبتروح بعدها لطبيب نفسي وتقوله انها بتخون جوزها مع طالب عندها في المدرسة، والطالب ده بيضربها وبيستعمل العنف معاها. وبترجع بعدها لفين اللي بيسألها عن ايه اللي خلى جلدها عامل كده، فهي بتقوله انه بسبب الشمس، فهو بيضل يبوس اماكن الحرق اللي في جلدها، وبيدخل بعدها مع عسل بزبادي. ولما مريم بترجع بيتها بتلاقي مايكل بالبيت مع ابنه اللي بيحاول يعلمه ازاي يرسم، ولما بترجع مريم بيسألها انت كنتي فين لان اليوم ده كان اجازة رسمية، لكن هي ترد عليه انها راحت تشوف صديقتها، وهو بيسألها عن اسم صديقتها لكنها ما بتردش عليه، فبدأ يزعق بصوت عالي قدام الطفل. وفي اليوم التاني بترجع مريم من المدرسة وهناك بتشوف فين اللي كان منتظرها بالفصل لوحده، لكن هي بتسيبه وتروح للمسبح، وفين بيروح وراها المسبح وهناك بيقلع هدومه وبيدخل المية،
وهي بتسأله انت ليه مقدرتش تتخلى عني ولو يوم واحد، لكن هو بيخنقها وبيدخل راسه جوه المية، لكن بعد فترة بيرجعها تاني برا المية وبيعمل معاها العسل بالزبادي. ولما بيرجع للبيت بيفضل يبكي لانه ما خدش حق اخته المتوفية اللي ماتت بالحادثة اللي تسببت فيه مريم، وبيتأسف لأخته لأنه وقع في حب مريم بدل ما ينتقم منها. ولما بترجع مريم للبيت بتشوف حبيبة جوزها القديمة اللي ما بتتحملش وبتقوم وتمشي، لكن جوزها بيدخل في خناقة معاها وهي ترد عليه بعصبية انها عاوزة تطلق منه وانها اتجوزته بالغصب لانها كانت حامل منه وده اللي اجبرها على الزواج، وعلشان كده بتسيب له البيت وتمشي وبتروح عند فين اللي بيدخلها بيته وبيقعد معاها وبيقول لها ان البنت اللي ماتت في الحادثة تبقى اخته. ومريم لو كانت شافت الصور والورود بتاعة العزا في المدرسة كانت عرفت انها اخته، فمريم ساعتها بتتأسف له عن اللي حصل وتقوله ان سيارتها كانت واقفة واخته هي اللي دخلت فيها بالموتوسيكل بتاعها بالغلط، ويعتبر الخطأ من الاتنين لان هي واقفة في طريق سريع في نص الشارع واخته جاية بقوة سريعة وضربت نفسها. وبيروحوا هما الاتنين لفندق علشان يقعدوا لوحدهم وهناك بيعملوا العسل بالزبادي مع بعض. وفي اليوم التاني لما بترجع بيتها بتلاقي جوزها خد ملابسه ومشي، وهي كمان بتاخد هدومها وبتبدأ تعيش في حرية في شقة صغيرة، وفين بيفضل واقف قدام بيتها لحد ما يشغل عربيته ويروح لشقة مريم. وبيخلص الفيلم على كده.